طبعا انا لو حلفت لك يا عزيزي ان الحلقه دي مكتوبه قبل اصابه اكرم توفيق انت مش هتصدق، وان حتى في ظل وجود اكرم توفيق في النادي الاهلي عنده مشكله واضحه وصريحه في مركز الباك اليمين. مشكله في الباك اليمين واحنا عندنا افضل باك يمين في مصر. للاسف دي الحقيقه يا عزيزي، لانك لو بصيت على ارقام افضل باك يمين عندنا في مصر للاسف ارقامه الهجوميه ضعيفه جدا. اسف اقول لك يا عزيزي برضو ان مش ارقام اكرم توفيق بس في النادي الاهلي هي اللي ضعيفه، ده ارقام كل باكات اليمين النادي الاهلي تقريبا ما جاتش. فتعال اقول لك كده ازاي النادي الاهلي عنده ازمه في الباك اليمين حتى قبل اصابه اكرم توفيق. يلا بينا. خير على كل الناس، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج كاونتر اتاك، والعوده من جديد الى المحليات بعد انتهاء كاس العالم. الحمد لله دخلنا كاس العالم، وقعنا الريتش وجبنا البيدج الارض، والحمد لله عدت على خير. فقبل ما نبدا حلقه النهارده لازم طبعا نقول الف سلامه لاكرم توفيق، اللاعب المقاتل والمحارب اللي ربنا بيبتليه للسنه الثانيه على التوالي باصابه بالرباط الصليبي في نفس التوقيت من الموسم. وللسنه الثانيه على التوالي موسم اكرم توفيق للاسف بينتهي قبل ما يبدا. فكلنا ثقه في رجوله اكرم توفيق ان ربنا ان شاء الله يشفيه وربنا يعينه على الابتلاء اللي اصيب بيه ويرجع لنا بالف سلامه. قبل ما تبدا برضو الحلقه ما تنساش تعمل لايك، تعمل كومنت، اعمل شير، خلي الحلقه دي توصل لاكبر عدد ممكن من الناس، وخلونا نرجع الريتش بتاع البيدج بقى. وما تنساش برضو تتابعنا على كل منصات التواصل الاجتماعي، فيسبوك، يوتيوب، تيك توك والانستجرام. للاسف يا عزيزي لو بصيت على مركز الباك اليمين في النادي الاهلي منذ انطلاق الموسم هتلاقي ان في مشكله واضحه وصريحه، ان الباك اليمين ده تقريبا ما بيشاركش في الادوار الهجوميه اطلاقا. النادي الاهلي نادي كبير، نادي بيعتمد على الكره الهجوميه، نادي معظم فترات الموسم بيكون هو اللي مسيطر وبيعمل ضغط عالي وهو اللي بيضغط على المنافس، فبالتالي لازم تكون اجنحته على مستوى الهجومي قويه جدا جدا. وده اللي بيميز اي نادي كبير في اي دوري في العالم، لازم تكون اطرافك بتشارك في الشق الهجومي بشكل فعال وواضح. وهو ما يفتقده النادي الاهلي منذ انطلاق الموسم، لانك لو بصيت على ارقام الطرفين في النادي الاهلي هتلاقي الباك الشمال يميل وبقوه. يعني تعالى خلينا نبص سريعا كده على ارقام علي معلول باك شمال النادي الاهلي. هتلاقي علي معلول شارك في 6 مباريات من 8 في بطوله الدوري، سجل هدف وصنع 3 اهداف، ارسل اكتر من 30 عرضيه في ال6 مباريات. هتلاقي برضو ان علي معلول صنع اكتر من 30 عرضيه، اكتر من تلت العرضيات دي كانت عرضيات صحيحه. وطبعا دي ارقام تقول لك ان لو عندنا مهاجم بيلعب بالهيد بشكل كويس جدا كان زمان علي معلول مش بس اعلى اسيستر في تاريخ النادي الاهلي، لا هتلاقي علي معلول عمل رقم اسيستات عظيم جدا يصعب على اي حد الاقتراب منه. لكن برغم وصول علي معلول الى العدد ده من الاسيستات وتفوقه على كل الناس اللي صنعت اهداف في تاريخ النادي الاهلي، فعايز اقول لك ان تلتين عرضيات علي معلول ما بيتمش استغلالها. كما انت عظيم يا معلول والله. تعال بقى نبص على الباك اليمين للنادي الاهلي، الباك الاساسي اكرم توفيق. اكرم توفيق شارك في بطوله الدوري في ال8 مباريات، 6 اساسيين و2 كاحتياط. سجل اكرم توفيق هدف وحيد في مرمى نادي الاتحاد السكندري، ولم يصنع اكرم توفيق اي هدف في ال8 مباريات. مشكله اكرم توفيق ما كانتش هنا بس، بل مشكله اكرم توفيق اكبر من كده بكتير. اكرم توفيق ارقامه الهجوميه بشكل عام ارقام ضعيفه جدا. يعني تخيل يا عزيزي ان في خلال ال8 مباريات اكرم توفيق ما وصلش ل 20 عرضيه. في خلال ال8 مباريات وال20 عرضيه اكرم توفيق ما عملش 10 عرضيات صحيحه. في خلال ال8 مباريات اكرم توفيق ما عملش 10 تمريرات طوليه حتى صحيحه. لكن لو بصيت للشق الدفاعي لاكرم توفيق هتلاقي ان المعدلات اللي بيعمل بيها استخلاص للكره وتفوق 1 على 1 وتفوق في المراوغات وتفوق في الكرات الارضيه، فهو مميز وبشكل هايل جدا. ولكن حتى برضه اكرم توفيق بيعاني في مشكله كبيره في الشق الدفاعي، وهي الكرات الطوليه العاليه، لان اكرم توفيق خسر كرات طويله عاليه اكتر ما كسب في خلال ال8 مباريات. طبعا كلنا شفنا الموضوع ده في الهدف اللي دخل في مرمى النادي الاهلي في مباراه فيوتشر. لو بصينا برضو على الباك الاحتياطي للنادي الاهلي اللي دلوقتي اصبح امر واقع وهيكون اساسي معانا لحد ما ربنا يكرم ان شاء الله، يا نستنى اكرم توفيق يا نتعاقد مع صفقه جديده. طبعا انا هنا بتكلم عن محمد هاني. الكابتن محمد هاني بقى الموسم ده شارك خلال مباراتين، وطبعا مش محتاج اقول لك ان هو لا صنع ولا سجل، ولم يصل حتى الى 5 عرضيات صحيحه. اما الباك الثالث بقى في
النادي الاهلي فهو الاكثر مساهمه بالاهداف منذ انطلاق الموسم. وبالتاكيد هنا انا بتكلم عن كريم فؤاد. كريم فؤاد اللي شارك في ال8 مباريات منذ انطلاق الموسم في بطوله الدوري سجل هدفين وصنع 3 اهداف. مش كده وبس، ده كريم فؤاد هو اكثر من ساهم بعرضيات صحيحه منذ انطلاق الموسم في النادي الاهلي، متفوق على علي معلول. لكن ركز معايا هنا يا عزيزي، احنا بنتكلم عن كريم فؤاد الوينج مش كريم فؤاد الباك، اللي بالتالي الراجل بيتحرر تماما من كل ادواره الدفاعيه او بيلعب ادوار دفاعيه بشكل اقل ولكن بيكون مركز في الشق الهجومي. فاحنا دلوقتي يا عزيزي اصبحنا ما بين حاجتين، يا اما هيتم الاعتماد على كريم فؤاد كباك يمين للنادي الاهلي وننسى قصه الوينج خالص رغم تالقه واجادته واصبح احد المفاتيح المهمه لكولر، يا اما هنسيب كريم فؤاد بيلعب في مكانه زي ما هو ونفكر في باك يمين جديد. فمن هنا لحد انتقالات يناير وفاضل عليها 7 ايام لازم لجنه التخطيط في النادي الاهلي وشركه الكوره وكل القائمين بالجهاز الفني ياخدوا القرار اللي هيعتمدوا عليه لنهايه الموسم. هل هنتعاقد مع باك جديد في الدوري المصري وهنا نبدا ندور في الانديه ونبدا نشوف مين الباكات اللي عليها العين، ولا النادي الاهلي هيقرر الاعتماد على محمد هاني اللي شفنا الموسم اللي فات كم الكوارث اللي وقعنا فيها بسببه وما كانش فيه اي نجاح خالص لا في الشق الهجومي ولا في الشق الدفاعي، ويكفي اقول لك ان الهدف اللي فتح الدنيا واللي ازم المواضيع خالص في نهائي افريقيا كان بسبب محمد هاني. ولا يتم الاعتماد على كريم فؤاد ويرجع يلعب كباك يمين ونشوف الدنيا هتمشي ازاي في وجود كريم فؤاد كباك يمين ونفقده في مركز الجناح. لكن الشيء الاكيد واللي واضح للكل ان النادي الاهلي عنده ازمه في الباك اليمين حتى قبل اصابه اكرم توفيق. ما ينفعش ابدا يكون نادي بيلعب على ناحيه واحده بس، لو تم اغلاقها في وقت من الاوقات في المباريات هتفقد كل سلاحك الهجومي وكل الفرص اللي ممكن تسجل بيها اهداف. المشكله الكبرى عندنا انك بس ما بتعتمدش على علي معلول في الناحيه الشمال، انت ما عندكش اي مفتاح اطلاقا في الخط الهجومي غير علي معلول. الراجل ده اللي بيفتح لك كل الثغرات واللي بيحل لك كل الازمات في كل المباريات حتى وان كان لم يسجل او يصنع هدف، هو اللي بيفتح المساحه لاحمد عبد القادر. كره طوليه من علي معلول او 1 2 من معلول لاحمد عبد القادر بتفتح المساحه لعبد القادر عشان يلاقي نفسه في مواجهه المرمى. من الاخر علي معلول زي ما قلت دايما يشغل القرد، اي وينج بيلعب قدام علي معلول بيتالق وبيلاقي فرص كتيره جدا لتسجيل الاهداف. فلا بد انت كنادي اهلي زي ما عندك علي معلول في الناحيه الشمال بالقوه الجباره دي، انا عايز نص القوه دي بس حتى في الباك اليمين، اشكل ثنائيه في الباك اليمين هجوميه واشوف باك بيلعب عرضيات طوال المباراه، انما يكون الباك الاساسي بتاعي طوال 8 مباريات في الدوري لسه ما قابلناش فيهم لا زمالك ولا بيراميدز ولا المنافسين على اللقب ما صنعش ولا هدف، وعدد عرضياته الصحيحه ما تجاوزش 10 عرضيات صحيحه في 8 مباريات. فالف سلامه لاكرم توفيق ويرجع لنا ان شاء الله بخير، ولكن النادي الاهلي محتاج يحل ازمه الباك اليمين. شكرا.